نسمع مع بعض الممثل سعد خضر. سعدون. ايوه ايش بك؟ والله ابو محمد ما ادري وش اقول لك تو يا شيخ، وانا كنت نازل لك على المكتب. ايوه وصدمت واحد لا حول ولا قوة. جاء المرور وحط علي 100%. ان شاء الله انه سالم. لا الحمد لله ما في شيء، بس قالوا الحين لان ما عندي تامين فقالوا انه يلا امش معنا التوقيف. طيب انت وين موظف؟ يعني انت شايف الرئاسه العامه رعايه الشباب؟ الرئاسه العامه؟ هي الرئاسه العامه للمكتب. جامعه شارع الجامعه. ايوه جامعه شارع الجامعه. ايوه جامعه شارع الجامعه. ايوه فدقيت انا على المكتب ما يرد، ما ادري كيف الوضع. يلا انا بجيك الحين، انا جاي. يلا طيب اقول لك الو. ابو محمد. ابو محمد. ايوه ايش بك؟ لا خلاص بس. ايش خلاص جاء واحد على اساس قال بس جيب ورقة كفالة وخلاص. اطلع الهواء شغل الحركات. اطلع الهواء شغل الحركات. ايش ذا الكلام؟ كيف حركات ايش يعني؟ انت قاعد تضحك علي يعني. كيف اضحك عليك؟ ما بطلت من هالتصديرات هذه حقتك. المهم الله يعطيك العافية، حقيقة كان مقلب جميل يعني. الله يقلبك. شكرا يا ابو محمد. نلتقي مع الممثل الشاب ماجد مطرب فواز. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ماجد ابغى اكلمك في موضوع. احنا الحين قاعدين نسوي مسرحية مع بعض. ايه ما ادري يا اخوي انتاج مين، انتاج ولا انتاج ابوك ولا لا انتاج الوالد ما تدري يعني. اوكي بس ابغى اعرف من اللي بيحاسبنا الفلوس. بس بيحاسبكم؟ اي يعني من بيعطيني الاجري؟ يحاسبك الوالد. اي طيب ما جاب لنا عقود ولا شيء. طيب انت خويه وكلمه وفي مدير انتاج، بلغ مدير انتاج. المفروض انت ولده. ابوي برا الشغل، في الشغل ما هو ابوي. كيف يعني؟ طيب انت كم اعطاك فلوس؟ كم اعطاك؟ ايش فيك يا ابو خالد؟ ايش تبغى توصل يعني؟ ابغى اعرف يعني كم فلوسنا كم اجورنا وتضحك علي بكلمة عم خالد يعني عشان اسكت يعني. طيب ناخذ دراهمنا من الحين، منك ولا من ابوك؟ تاخذ دراهم في مطرف فواز يا اخوي. طيب يعني انت كم بتعطيني عشان اشتغل؟ انا اعطيك عيوني يا ابو محمد. يا اخوي انت منتج الحين. ماني منتج المسرحيه، ما لي علاقه فيها. يعني انت ممثل؟ انا ممثل زي اي كم عطاك؟ ايش فيك يا عم خالد؟ يعني بيعطيك فلوس. اي بيعطيني فلوس. كم؟ طيب كم اتفقتوا؟ ليش وقعتوا العقد؟ انا ما ادري، يمكن والله يمكن يعطيني مليون، يمكن مليونين، ما ادري يا اخي ما ادري. انا كلمتك على اساس ابغاك منقذ، اغرقتني. اغرقتك؟ اي طب جالسين على بحر عنا. ابو مطرب صرت تنكت ما شاء الله. ما ادري يا ماجد مطرب فواز وش تبغى تقول للمستمعين اللي يسمعونا الان؟ ايش؟ تتكلم تسجيل ولا مباشر ولا؟ لا تسجيل يا ابوي. اي تسجيل. نعم. تتكلم جد يا عم خالد، تسجل والله؟ اي والله اسجل والله. اشكر منك الموقف اللطيف ده يا عم خالد، واحب اقول للجمهور ان شاء الله انا ما غلطنا بشيء ولا. يعطيك العافية. يعطيك العافية وشكرا جزيلا يا ماجد. مع الممثل محمد الكنالي. الو هلا والله. شخبارك؟ تمام والله. ما ادري يا محمد، سمعت موضوع بس ودي اسألك صدق يعني. وشو؟ هل هالموضوع صدق ولا لا؟ ايوه. انك ضربت كذا اوردر في عمل وعشان كذا ما اعطوك فلوسك، صحيح؟ انت اشتغلت معهم ولا لا؟ اي اشتغلت انا. طيب اعطوك حقك كامل ولا لا؟ اخذت فلوسي كلها، بس بالنسبة لك انا اسأل. والله شوف يا حبيبي، انا الحقيقة كنت متضايق من تعاملهم، لانه وقعت معهم عقد انه يعطوني 50% بعد نهاية كل حلقة، وصورت معهم حلقتين، وكل حلقة تنتهي اقعد الاحق كأني اشحذ منها، وكل شوي يرميني على واحد ومن واحد لواحد الين يمللوني من نفسي واروح لبيتي. طيب والحلقة الثانية نفس العملية. جاء الحلقة الثالثة جابوا لي نص
قلت لهم والله ما اصور لين تعطوني، ما ضربت الاوردر. ايوه. بعدين جلست في بيتي يمكن 5 أيام 6 أيام ما حد يكلمني، اضطريت ارسل لهم رسائل قلت والله اذا ما تعطوني حقي لافضح بكم في الصحافه. الكلام اللي وصلني صحيح انه خالد ما يعرف يمثل وما عنده سالفه، كل ما جاء مسلسل تقول شيلوه وحطوا غيره. من اللي قايله يعني وصلتني اخبار يعني. انا اللي قايله يعني؟ اي يقولون ان محمد الكنهل كل ما جاء عمل قال شيلوه خالد. شر البلية ما يضحك يا خالد. والله ما قلت الكلام هذا ولا عمري، انا ما احب احش احد ولا نبلم السوالف هذه ولا، انا امزح معك بوجهك صح. بس على فكرة يا محمد هم قالوا لي انه محمد الكنهل شايف. انت قاعد تسوي كاميرا خفية بالتليفون ولا وش قصتك؟ يعطيك العافية. ها اقول يعطيك العافية. نسمع مع بعض الممثل بشير الغنيم. بشير تجي ان شاء الله. طيب حبيبي وانت جاي بالله معك فول وتميز؟ ما في. لا والله انا ماني جايب فول. ليه يا اخوي؟ اخوي انا عندي شغل انا. طيب كيف عندك شغل؟ ماني فاضي لك انا. ماني فاضي لك انا. ماني فاضي لك انا. ليه؟ لان عندي شغل انا الحين. جيب معك فول وتميس وتعال. اذا خلاص ما بدون قطه. على اتفاق كذا على اتفاق. يقول على اتفاق. طيب الاتفاق كم 2-1 الحين؟ كم النتيجة في الاتفاق؟ ما ادري خفة الدم ذي يا بشير. هذا غشمشم عطوك شوي منها؟ وش عطوني شوي؟ لا خفة الدم ذي. يلا المهم يا بشار، يلا تبغى شيء؟ بشار علي ابراهيم تجي لنعم معي، انا معاه اجتماع موعد. لنعم معي انا معاه اجتماع موعد. بشير بالله لا تنسى الفول والتميس. الله يخليك. والله ماني جايب الحين، انا بجيب الساعة 12. الساعة 12 اخي يكون صك الفوال يا بشير. لا ما يسكر. ما يسكر. كان مكلمة قلت له لا يسكر. منو كلمت الفوال؟ ايه قلت له لا يسكر. ايه الكلام ذا من جد؟ ايش تبي بالضبط؟ ابغى اقول لك جيب لنا فول وتميس يا اخوي، جيب فول بدون قطه يلا. خذ علي لحظه. طيب وحكايه الفول هذه ايش حكايتها هي؟ اتركها يا رجال. يعني بدون فول بدون اي شيء. ايه طيب خلاص المهم حاول تستعجل. ماشي هذا ابو محمد. ما بي يا شيخ ما بي اتركها. ما بي يا علي ما بي. انا خالد ما علي انت هلا خالد شلون حبيبي؟ اقول لك عطني يا خالد. لا يا شيخ تخف يعني انت اليوم تخفيك. ايش رايك فيها نكته حلوه؟ بشير يعطيك العافيه وشكرا لك انه استضفناك ببرنامج جميل واخذنا منك مقلب جميل. هين يلا هين مع الممثل خالد البريك. السلام عليكم. سلام يا هلا. انا خالد الرفاعي. ونعم. كيف تصويرك وشغلك؟ والله ما في شغل هالايام، موقف عشان كان عندي دراسة. اي بلشت في الترميم، عندي ترميم البيت بيت الوالدة. اي وماكو قاعدين ما اشتغلت والله هالسنة. اجل الكلام اللي وصلني صدق. خير ان شاء الله. يقولون انه خالد البريكي وافق على اي دور يعرض عليه لانه محتاج فلوس ويبني وكذا. بالعكس والله قاعد الحين، يعني احنا كلنا نحتاج كان وافقت على الاعمال اللي انعرضت، على المسلسلات اللي جت، ورفضت 3 اعمال لانها كانت يعني فيها كل عمل تقول 9000 دينار، يعني تقريبا 120,000، تقريبا 360,000 ريال. رفضتهم بس عشان لدرموا هذاك الزود. الكلام اللي وصلني انه يقولون الرجال مزنوق ومحتاج. قلت انا والله حقيقة على اساس انه في مسلسل الان يصورونه. قلت على اساس كان بتشارك مع الاخوان، هو مو انتاجي حقيقة. لا عاد هو شوفي ما تصير المسألة تعال ومثل. المفروض توافق اي عمل يعرض عليك الان توافق. لا طيب في 5 حلقات انا بحاول اني ادعمك بصفتك زميل. 5 حلقات انا على اساس انهم قالوا لي اعرض عليه من 300 ل 500 ريال سعودي في الحلقة. ليش السالفة؟ بخم اللوكيشن ولا صب شاي؟ المهم الله يعطيك العافية خالد البريك. عافيك وسلمك يا خالد. ما قصرت واقدر اقول لك اهلا وسهلا فيك. قلت لك انا مقلب.
الله يحييك ويسلمك ويحييك وكل